احمد توفيق وابراهيم صلاح. انا نفسي اسلام يلعب. انا الراجل ده كنت يعني بشوفه كان في امبي حاجه جميله جدا، وحاجه كان قوي جدا جدا، وكان بدنيا عالي وبيزيد في الهجمه. اصاباته كتيره في النادي عندنا، بنحاول يعني بصراحه نقف معاه بشكل او باخر، نديله بوش معنويا، ولكن في الاخر هو المدير الفني بيشوف الاوقع. يعني اتمنى اشوف اسلام لازم يتعب اكتر من كده في التمرين، لازم يبين ان هو عايز اكتر من كده، لان واضح لغايه دلوقتي لسه مش قادر يبين لمستر فيران ان هو جدير باللعب اساسي، مش بس يجي احتياطي. يعني اسلام لازم يلعب اساسي. تمام. كابتن ابراهيم، احمد جعفر تفضل ان هو يلعب لوحده ولا يكون جنبه عبد الله السيسي؟ لا، انا شايف ان في وقت معين البدايه بتبدا براس حربه واحد. انا بالنسبه لاحمد جعفر انا شايف ان هتدي تقل او شغل للثلاثه اللي جايين من تحت، اللي هو احمد حسن واحمد عيد وحازم امام. هتبقى يعني دي شايف ان دي يعني صح، يبدا كده. بعد كده لو النتيجه احتاجت ان تلعب براسين حربه، المكسب اتاخر او لا قدر الله في حاجه النتيجه فيها متاخر لنادي الزمالك، ممكن تدفع بسيسي. انما البدايه تبدا باحمد جعفر، لان احمد جعفر محطه كويسه قوي للثلاثه اللي تحتيه. نعم. احمد توفيق وابراهيم صلاح مهمتهم دفاعيه فقط. اتمنى ان ابراهيم يطلع شويه لقدام. هي دي زي ما قال كابتن ابراهيم، ان هما الاثنين لعيبه بتعرف تقطع كوره كويس. عايزين يمكن ابراهيم صلاح عمل كوره جميله جدا ماتش الداخليه، الثرو اللي اتعمل لحازم امام من نص الملعب ده ابراهيم اللي عامله بالظبط. فبالتالي ابراهيم ممكن يبقى هو ياخد النواحي الهجوميه نوعا ما شويه. نتمنى يزيد لقدام شويه. انا نفسي اشوف ابراهيم بيشوط على الجون، نفسي اشوف ابراهيم الادوار. دايما اللعيب لما بيلعب كتير يزيد بقى شويه اكتر. يعني تامر رحيم ابتدى معانا كان بيقطع، ابتدى واحده واحده يخش ويشوط ويجيب اجوان، يخلص لنا ماتشات كتير. فاعتقد النهارده لازم يبقى ليه دور اكبر شويه في الهجوم. إذا مشاهدينا الكرام، نذهب سريعا ونشاهد الشوط الأول من هذه المباراة، مباراة طلائع الجيش ونادي الزمالك في فعالية الأسبوع التاسع من الدوري المصري الممتاز موسم 2013 مع الزميل العزيز أيمن الكاشف. ابقوا معنا. بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم مشاهدينا الكرام وأسعد بصحبتكم الكريمة في هذا اللقاء، وأينما كنتم أصدقائي فأهلا بكم. اليوم نعود مشاهدينا ونلتقي مع جولة جديدة من جولات المستديرة، جولة يلتقي فيها الفارس الأبيض نادي الزمالك مع الفريق العنيد طلائع الجيش في حوار كروي جديد حول 3 نقاط جديدة في إطار منافسات المجموعة الثانية لدوري الشهداء، دوري موسم 2013 النسخة 55. كما تعودنا دقيقة أحداث على روح الشهداء، شهداء الرياضة المصرية، شهداء النادي الأهلي. وعلى بركة الله نبدأ هذا اللقاء، لقاء الزمالك وطلائع الجيش، اللقاء المقدم من الجولة التاسعة المجموعة الثانية، 5 وخميسة. وبسم الله ما شاء الله الفارس الأبيض هو الفريق الوحيد صاحب العلامة الكاملة برصيد 18 نقطة من 6 مباريات، يلعب اليوم بشعار طالما يمكنك تحقيق الأفضل فالجيد ليس كافيا. بينما الفريق المنافس طلائع الجيش هو الفريق العنيد الصلب الذي بدل الطريق الذي سلكه في بداية الموسم وبدأ يتجه نحو الطريق الصحيح. اليوم الفريقين وجها لوجه، و90 دقيقة قادمة بنأمل فيها إن شاء الله أن تكون مليئة بالإثارة والشغف والشجاعة والأهداف. على بركة الله هنبدأ مع حضراتكم أحداث